الاهلي اخيرا بعد طول انتظار بيلعب اول ماتش ليه في الدوري بعد 3 شهور من اخر ماتش لعبه في الدوري، اللي هو كان ماتش سموحه التعادل 0-0. التوقفات اللي حصلت دي او كميه المؤجلات اللي حصلت النادي الاهلي اللي هو وصل ل 8 ماتشات بماتش امبارح قدام البلديه المحله، بسبب اول توقف بسبب دوري ابطال افريقيا، بسبب كاس عالم انديه، السبب بعد كده بطوله افريقيا او كاس السوبر المصري قبل كاس بطوله افريقيا، ومن بعد كده بطوله دوري ابطال افريقيا. فانا بالنسبه لي هو لعيبه النادي الاهلي ده بيخترع الفرازه، زي كده مثلا في الجيش لما بتبقى في حاجه اسمها فرق خاصه. بالنسبه لي لاعب النادي الاهلي لازم أن يكون بجوده الفرق الخاصه دي في الجيش. لاعب مش مطلوب منه بس يكون فنيا عالي، لا لاعب بيكون بيلعب تحت ضغط جماهيري عالي جدا، اللي يمكن يكون هو اكتر ضغط جماهيري على مستوى الشرق الاوسط كله. دي نقطه. النقطه الثانيه لاعب بيلعب ممكن في اوقات كتيره بيبقى فيه تلاحم مواسم، لاعب بيلعب تحت ضغط عصبي كبير جدا وضغط ذهني. فبالنسبه لي اللاعب ده مش مجرد لاعب فني، عشان كده في لعيبه بتبقى عاليه فنيا جدا بس لا تصلح تلعب مع النادي الاهلي. هو ده ضريبه انك تلعب مع نادي كبير زي قيمه النادي الاهلي. مارسيل كولر قرر يبدأ اللقاء بالتشكيلة المعتادة، لكن الجناحات طبعا بعد فترات كبيرة جدا فمش عارفين لحد دلوقتي هو مارسيل كولر بيدي أولوية لمين. يعني في أوقات بتلاقي كريم فؤاد، في أوقات بتلاقي رضا سليم، في أوقات بتلاقي تاو، في أوقات بتلاقي حسين شحات. ممكن لو احنا هندي أفضلية شوية بندي لحسين الشحات وتاو، لكن أنا شايف برضو مارسيل كولر مش بيدي أفضلية بالنسبة للأربع لعيبة دول. في أوقات كتيرة بتلاقي ممكن بيلعبوا في أوقات كتيرة من الموسم 50-50، حتى ممكن على مستوى التبديلات. بدأ في حراس المرمى مصطفى شوبير، الحارس اللي أجاد في آخر ماتشين وكان نجم اللقاء على مستوى التقييم، وقدامه رباعي دفاعي على اليمين محمد هاني، اتنين مدافعين رامي ربيعة بعد إصابة ياسر إبراهيم اللي للأسف مش هيلعب ماتش كأس مصر، نتمنى إن شاء الله رجوعه بالسلامة في أقرب وقت ممكن. ومحمد عبد المنعم، وناحية شمال بدأ بعمر كمال عبد الواحد مكان علي معلول، ممكن بيدي لعمر كمال، ممكن برضه بيريح علي معلول. ثلاثة وسط ملعب. لاعب رقم 6 هو خلاص يعني اعتمد على كريم نيدفيد على انه متواجد كلاعب رقم 6، رغم ان هو كان بيلعب مع حسام البدري كان بيلعب كلاعب رقم 8، او لما بتحول اتنين بس لعيبه هي اللي بتلعب في وسط الملعب فهو اللي كان بيقوم بدور الهجوم اكتر. لكن كان اقتناع مارسيل كولر بيه ان هو لاعب بيجي كلاعب رقم 6، ممكن عشان الطلوع بالكره لعيب كوير شويه. وشفنا فيه كذا لقطه في ماتش بلديه المحله استلامته للكره كانت بطريقه كويسه جدا وبطريقه فنيه عاليه، لكن برضه عنده قصور من الناحيه الدفاعيه. قدامه اتنين لعيبه تمانيات، محمد مجدي قفشه بمهام اللاعب البلاي ميكر اكتر، وامام عاشور كلاعب بوكس تو بوكس في اوقات كتير بيتحول كلاعب جنب كريم نيدفيد. اتنين طبعا جناحات، كريم فؤاد على اليمين وعلى الشمال رضا سليم، مهاجم وحيد وسام ابو علي اللاعب اللي اجاد في الماتش ده وسجل هدفين. احمد عبد الرؤوف مدرب بلديه المحله قرر انه يلعب بطريقه ريسكي قوي، يعني قرر ان هو يلعب على مسات تسلل. اول خط اللي هو خط الدفاع واخر خط في خط الهجوم المسافه ما بينهم ما تزيدش عن 20 و25 متر، فبالتالي بتبقى تجميع الكره وبناء الهجمه من النادي الاهلي موضوع صعب جدا بسبب يعني قرب المسافات ما بين الخطوط، فبالتالي عايز لعيب يعني امكانيات عاليه جدا. ممكن اللي كان عارف يعملها شويه في صفوف النادي الاهلي امام عاشور بسبب جودته الفنيه، لكن معظم اللقطات او معظم التعليمات اللي كانت بتحصل من مصر الكره للعيبه هي الكرات الطويله من رامي ربيعه يلعب الطويله، جه منها هدف وسام ابو علي الاول. نفس القصه الكره الطويله من امام عاشور اللي تدرس خصوصا انها تلعب برجله الشمال رغم ان رجله القويه اليمين بالمسطره رضا سليم، والهدف الثاني او الثالث. ومن قبل كوره كريم فؤاد نفس القصه كوره ملعوبه بكذا باص وفي الاخر توصل من عمر كمال عبد الواحد متطرفه رضا سليم، فيها يعني اتلخبطت شويه وبعدين راحت في الاخر لكريم فؤاد والهدف الثاني، ومن بعد زي ما قلت لك رضا سليم جاب الثالث. وفي كوره لقطه عجبتني قوي في الدقيقه 8، يعني دي تعرفك شويه الامكانيات الحارس اللي بيجيد بلعبه للكوره. انا مش بقارن ما بين مصطفى شوبير وبين محمد شناوي، ولا محمد شناوي خلاص حط نفسه في وضع تاني، لاعب خلاص بقى من اصل النادي الاهلي تحت 3 خشبات محمد الشناوي، يعني هو رقم واحد حاليا في مصر. لكن مصطفى شوبير هو لاعب او حارس مرمى خلاص بيواكب المتطلبات اللي موجوده. الحارس الحديث دلوقتي هو حارس لازم بيجيد الطلوع بالكره، لازم يكون يعني خروجه بالكره والكرات الطويله اللي بتطلع منه يكون رايحه بالمسطره. عشان كده اللقطه بتاعت الدقيقه 8 كان السبب فيها من وجهه نظري هو مصطفى شوبير ان هو يلعب بالكره كويس. 4 لعيبه من بلديه المحله بتضغط ضغط متقدم على لعيبه النادي الاهلي، والكره مع محمد هاني كل لاعب تقريبا ممسوك بلاعب. حسام اشرف ماسك رامي ربيعه، نفس القصه محمد عبد المنعم ممسوك، نفس القصه محمد هاني ممسوك، نفس القصه ندفيد ممسوك. لكن رغم كده
فلعب الكوره من محمد هاني لمصطفى شوبير. كان ممكن مصطفى شوبير بسهوله جدا يطلع بالكره الطويله وخلاص وشتت الكره والموضوع انتهى، لان ممكن لو خاف. لكن مصطفى شوبير قرر ان هو يلعب الكره لمحمد عبد المنعم اللي من لمسه واحده على طول لعبها لعمر كمال عبد الواحد اللي ما كانش في الكادر او ما كانش من الرباع اللي مضغوطين، فبالتالي جاي معاه لاعب تاني. في الوقت ده خلاص الكره اتحولت ناحيه الشمال او ناحيه عمر كمال عبد الواحد، فبالتالي كده كل لاعب ممسوك بلاعب. المهاره الفرديه فرقت من عمر كمال، لكن قبل زي ما قلت لك عمر كمال لازم نتكلم مع مصطفى شوبير. اللاعب بسبب ان هو لاعب خلاص واثق في نفسه ولاعب كوير، فبقى خلاص لاعب زايد في بناء الهجمه من تحت، فبالتالي بيزود الاوبشنات الباص وبيخلي في سرعه عرضيه في حاله بناء الكوره من تحت. لكن الكره وصلت لعمر كمال عبد الواحد، هنا بقى بانت الفروقات الفنيه والامكانيات العاليه للاعب عمر كمال عبد الواحد اللي قدر يعدي واحد واثنين او قدر يحجز على واحد ويعدي الثاني وبصاع على طول للي جاي بره الكادر امام عاشور اللي من وضع خلاص هو شايف الوضع ماشي ازاي، هو شايف هو وراه لاعب ماسكه وخلاص. كريم ندفد لوحده بصايا كريم ندفد على طول طلع قفشه هجمه بالنسبه لي مع كميه الضغط والمسافات الصغيره، فبالنسبه لي كانت هجمه كويسه جدا وتعجب ناس كتيره جدا. الكره راحت بعد كده رضا سليم، كان ممكن رضا سليم يطلع بالكره افضل من كده لو لعبها بشماله بسرعه لوسام علي وكان ممكن تسجل منها هدف، لكن بسبب بطء الهجمه او الرجوع بالكره فالهجمه ضاعت. لكن في الاول وفي الاخر فهي هجمه كويسه جدا تبين لك الفروقات، تبين لك النادي الاهلي في لعيبه يعني بتساعدك في مواقف. عشان كده انا شايف لازم يكون عندك من كل لون في كل مراكز الملعب. لازم يكون عندك حارس يعني تحت 3 خشبات لا يعلى عليه، وفي نفس الوقت عندك حارس بيطلع بالكره كويس. يا سلام لو عندك حارس عنده الامكانيات الاثنين دول. ممكن جميع الحراس الموجوده في الاهلي عندهم الامكانيات الاثنين لكن بدرجات متفاوته. بالنسبه لمصطفى شوبير هو الاعلى بالنسبه لطلوع بالكره او بيلعب برجله وهو الافضل، محمد شناوي هو الافضل تحت 3 خشبات. خط الدفاع لازم يكون عندك برضو نفس الالوان دي، واحد قوي بدنيا كمساك عالي جدا اجريسيف من اللعيبه اللي زي وائل جمعه كده زمان، ياسر ابراهيم. نفس القصه يبقى عندك لاعب بيطلع بالكره كويس جدا زي محمد عبد المنعم، ممكن رامي ربيعه هو هو المتوسط ما بينهم. طبعا الدرجات والنسب متفاوته ما بينهم. نفس القصه في مركز رقم 6 لازم يكون عندك لاعب قوي بدنيا عالي جدا، لاعب لو احتاجته في اي مبارزات ارضيه او هوائيه هيجيب لك مليون في المية زي مروان عطيه. وفي نفس الوقت هو لاعب برضه بيجيب له خروج بكره من تحت لكن بدرجات متفاوته. ويكون عندك لاعب زي كريم ندفد لاعب عالي جدا في حاله بناء الهجمه من تحت وفي اي ضغط بيعرف يطلع بالكره ويعمل مرحله تطوير الهجمه. نفس القصه في جميع المراكز. فدي من النقط اللي بالنسبه لي هي اللي بتفرق ما بين فريق وفريق. بالنسبه للقطه اللي حصلت لطاهر محمد طاهر، انا بالنسبه لي هي ليها شقين. الشق الاول هو شق انساني والشق الثاني فني. المرحله الانسانيه طبعا اللاعب بيزعل ان هو ما يكونش متواجد بصوره اساسيه، بس مش عشان الماتش ده بس او عشان ما نزلش حتى بصوره تبديل، لا هو عشان عارف ان هو مقصر وعلى المستوى الفني هو الاقل على مستوى لعيبه النادي الاهلي كلها تقريبا، فعشان كده حاجه بتزعله. من الناحيه الفنيه فانا شايف طاهر محمد طاهر لما جه صفقات وكان جاي يعوض لاعب بقيمه رمضان صبحي، وكان كله كان مستبشر بخير. اللاعب كان بيأدي كويس جدا مع العرب، لاعب كنا بنقول ده لاعب عنده امكانيات ما كانش موجوده في رمضان زي الشوط، كان بيلعب من اللعيبه الاساسيه اللي موجوده مع المنتخب الاولمبي. فطاهر محمد طاهر انا شايف اللي هو ظلم نفسه النقطه دي. ليك حق انك تزعل يا طاهر وطبيعي انك تزعل بسبب انك خدت فرص كتيره، لكن ايا كان الوضع اللي بعد كده لو انت طورت ادائك نتمنى كلنا نبقى في ظهرك. لو فضلت على نفس مستواك اتمنى يكون ليك مكان في حته تانية افضل، يعني تأدي بطريقه افضل لو في مكان تاني. زي ما اشوف صلاح محسن دلوقتي مع المصري اختلف عن ما كان موجود مع النادي الاهلي. ده عموما النادي الاهلي عنده ماتش دم او ماتشين جايين، ماتش يفصل عن ماتش الزمالك، ماتش يوم 8 في السعوديه، وماتش قوي جدا كاس مصر وهيبقى بامكانيات عاليه. نتمنى ان شاء الله ماتش يليق بصورة الناديين، ونتمنى يكون دخلة موفقة من الجمهورين لاخواتنا في غزة في الأراضي السعودية. نتمنى بأمر الله تعالى الفوز النادي الأهلي. والماتش اللي قبل ماتش الزمالك عندنا ماتش مهم قدام يانج أفريقيا رغم إننا خلاص ضمننا الصعود، لكن الماتش ده هو اللي هيحدد من الأول ومن التاني، فماتش مش سهل برضو، لازم ناخده بمحمل الجد. وإن شاء الله الأهلي يكسب في الماتشين ونتوج بكأس مصر ضد الزمالك في الأراضي السعودية. سلام. الانتصار يولد من رحم المعاناة. أنا على يقين تام إن الجملة دي وصف للحالة الموجود فيها رجالتنا وإخواتنا في غزة. دعمنا ليهم مش عايزين يقل،
مش عايزين ان احنا اقل حاجة مفروض هما بيستحقوها مننا ما نبخلش بيها. دايما ندعي لهم، دايما نكون مقاطعين للمنتجات اللي هي ضد اخواتنا في غزة، دايما ما نبخلش بأي نقطة عرق، او حتى لو عندنا فرصة ان احنا نتبرع او غيره، ولو جت فرصة مليون في المية ان احنا نكون معاهم في ارض المعركة، دي ما فيهاش جدال، ده واجب عليا وعليك وعلى اي حد مسلم. اتمنى بأمر الله تعالى ان الارض ترجع لاصحابها في اقرب وقت ممكن، كلنا على يقين تام بالنقطة دي.